النص الأول من 25 ما كانش بس سنة نجاحات وأعمال فنية، كان مليان قصص حب ولحظات رومانسية شاركها النجوم مع جمهورهم، لحظات ما تتنسيش، دافية ملهمة وكأنها فيلم رومانسي بيتعرض على السوشيال ميديا. نبدأ مع معتصم النهار اللي رجع لمراته لين بعد انفصال وأثبتت إن الحب ممكن يرجع أقوى، وشفنا فيه سهرة خاصة في يونيو شارك صور وهو بيضحك معاها وكتب سهرة وضحكة بين العيون. المشهد ده بيقول إن الغياب بيعلمك قيمة اللي بتحبه ورجوعه بيكون أحلى هدية. بعدها نروح لمصطفى قمر اللي قرر يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته، ونزل فيديو فيه مشاهد عفوية من سنين جوازهم، ضحك، سفر، مواقف صغيرة، وكتب لها أتمنى عيد ميلاد رائع للست اللي بتخلي كل لحظة ما تتنسيش. رسالة بسيطة لكن وراها حكاية حب متينة، واللي يشوفها يفكر فورا إنه يكتب حاجة شبهها لشريك حياته. أما أصالة نصري فكالعادة رومانسيتها بتكسب في عيد الحب، كتبت لجوزها فائق حسن كلام من القلب: كل سنة وأنا معاك مرتاحة مبسوطة مطمنة، أنت أجمل وأصدق حبيب. ورد فائق بنفس حالة المشاعر اللي قلبت السوشيال ميديا وقتها وقال: معاكي كل حاجة بتبقى أجمل وكل عيد حب وانتي أهم حدث في حياتي. حوار ورسائل تعلم أي اتنين إزاي يعبروا عن مشاعرهم وحبهم لبعض من غير كسوف. ومن الكلمات للمغامرات، شام الذهبي وجوزها عملوا جولة في إيطاليا، بدأوا بهدوء جبال الرومان، لحظات بين الطبيعة، نظرات حب، وبعدها قلبوا الإيقاع في ميلانو وسط حماس الماتشات. ده غير رومانسية بطعم الإثارة، فكرة حلوة لأي كابل يحب يدمج المشاعر بالحماس والمغامرات والتجارب الجديدة. وائل جسار ما فوتش عيد الحب بس قرر يرجع بالبدايات، رقص مراته على أغنيته الجديدة 100 إحساس جديد، وكتب ليها في رسالة رومانسية: كل عام و27 سنة سوا ولآخر العمر. لحظة بتقول إن الحب مش لازم يبقى ذكريات، ممكن نخليه حاضر كل يوم. ومن الهدايا اللي بتحكي، دانيلا رحمة نشرت صورة بوكيه ورد أحمر من جوزها نصيف زيتون في عيد الحب، والخاتم باين في إيديها. لقطة بسيطة بس مليانة حب ومشاعر، وتقولك إن أوقات التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحفر الذكريات. وفي يونيو باريس كانت على ميعاد مع لحظات رومانسية تانية ما تتنسيش. جمعت سارة أبي كنعان وجوزها شوارع، إضاءة، لقطات عفوية، الصور نفسها بتحكي القصة من غير أي كلام. أما ليلى أحمد زاهر فقررت بعد 3 شهور من جوازها تسترجع لحظات شهر العسل مع هشام جمال، صور على البحر، ركوب خيل، لحظات ضحك، وأغنية حسين الجسمي أنا والقمر في الخلفية، وكأنها بتقول الرومانسية مش بس في الفرح، ده أسلوب حياة. عمرو سعد بقى نشر صورة في رحلة رومانسية مع مراته وكتب: لا تبحث عن أي رموز، مفيش حاجة تشرح الحب، اعمل اللي مؤمن بيه. جملة مختصرة لكنها تقولك إن الحب فعل أكتر من إنه كلام. وأخيرا نانسي عجرم نشرت فيديو من الجيم لجوزها فادي الهاشم وهو بيتمرن على أغنيتها سيدي يا سيدي، ودي واحدة من اللقطات العفوية، دعم وحب حقيقي وسط يوم عادي ولسنين طويلة. النص الأول من 2025 كان مليان مشاهد بتثبت إن الرومانسية مش بس في المناسبات الكبيرة، لكنها في التفاصيل الصغيرة، الرسائل، السفر، الهدايا، وحتى اللحظات العفوية اللي ما بتتخططش. وكل نجم حكى حكايته بطريقته، لكن الرسالة واحدة: الحب لما يتشارك بيعيش أكتر.